اقسم بالله عار عليكم واحد واحد. انا نفسي افهم ازاي الناس دي كلها قاعده في اماكنها ولا فارق معاهم اللي بيحصل، ولا فارق معاهم شكل المنتخب، وحاجه بقت تقرف. ولا منتخب ناشئين نافع، ولا منتخب شباب نافع، ولا منتخب اولمبي نافع، ولا منتخب اول بس رديف بس اصل هم المحليين عشان احنا عندنا بطوله كبيره نافع. حاجه بقت تقرف. حجج في حجج في حجج هنقعد نسمعها كتير على الفاضي ملهاش اي 30 لازمه. بطوله كبيره زي كاس العرب وانت هتخسر ايه لو رحت لعبت في البطوله دي بجد؟ انا ما بقولش انك تاخد كل النجوم وتروح تخسر النجوم في الاصابات والكلام ده كله، ولكن كل اللي بطلبه ان انت ما ينفعش في بطوله زي دي يطلع منتخب مصر بالمنظر ده. انت ثلاث ارباع اللعيبه بتلعب في المنتخب ده اساسا هم منتهين بقى لهم 3 4 5 سنين. ومع كامل احترامي للكابتن حلمي طولان، احنا جايبين مدرب كان لسه من كام يوم بيحلل ماتشات. وانا هنا مش هلوم كابتن حلمي طولان ولا هلوم اللعيبه، انا هلوم حاجه واحده بس، هو اتحاد الكوره اللي فعلا، وانا اسف اني هقولها، مش فارق معاه مصلحه المنتخب تماما. ويا جماعه يعني مع كامل احترامي، قال لي يعني احنا بنعمل كل ده واحنا رايحين نكسب افريقيا؟ ما احنا عارفين اللي فيها. حاجه اتخنقت وما عنديش كلام اقوله، لكن للاسف الناس اللي عارفاني عارفين ان انا دايما مهما كان منتخب مصر اول في الاخر بتفرج على المنتخب وابقى نفسي يكسب. ولكن للاسف اللعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب ده والاتحاد الكوره اللي ماسك المنتخب ده ما عنديش كلام اقوله. ومن الاخر كده